السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة حبايب قلبي هنعمل ايه؟ هنعمل معانا هنا قلب وكبدة وكلاوي. تمام، قلب وكبدة وكلاوي دي من عند الجزار. تمام، هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. ماشي. بصي، كل اللي معانا القلب والكبدة والكلاوي، ومعانا ايه بقى تاني؟ بصوا، اهم حاجة انا بحب استعملها للقلب والكبدة والكلاوي حتة اللية. تمام، دي حتة ليا انا مقطعاها اهي. تمام، وده توم وفلفل اخضر، بس كده بس. وهنحط التوابل ايه اللي هنحطها؟ ملح وفلفل اسمر، مش هنحط اكتر من كده. تمام، هنشوف بقى هنعملها ازاي. تعالوا بقى معايا على البوتاجاز نشوف هنعملها ازاي. بصوا يا حبايبي، انا حطيت هنا طاسه تسخن على البوتاجاز. تمام، هتسخن قوي. هنزل بالليه. اول حاجه هنزل بيها الليه علشان خاطر تسلي وتنزل الايه، الدهون اللي فيها. طيب هننزل الليه، هننزل معاها ايه بقى؟ حته سمنه بلدي. تمام، عامه اي ماده دهنيه، مش شرط سمنه بلدي يعني. بصوا، حته الليه هتسلي. تمام، وهنبدا بقى ننزل بالايه، بالكبده والقلب والكلاوي بتاعتنا. تمام، انا مش قادره اقول لكم الريحه بدات تطلع عامله ازاي. الليه مع السمنه البلدي رهيبه. بصوا، الليه هتبدا تاخد لون كده. تمام، هتبدا تاخد اللون الذهبي ده. طبعا انتوا عارفين ان الكبده ما بتتحطش كتير على النار، يا دوبك بتشم النار بس. فيا دوبك هي بتبقى تقلبتين اتنين بس. واخدين بالكم؟ تقلبتين اتنين بس وبنطفي عليها يعني. اهي شايفين اللون؟ شايفين اللون بتاعها؟ تمام، هنبدا ننزل بقى ايه، هنبدا كده بسم الله. بصوا، هي مش هتاخد 5 دقايق معانا ان شاء الله، وهنطفي عليها. بصوا، هتاخد بقى كده وتدي مع نفسها. انا بس في الخطوه دي هنزل بالايه، بالفلفل الاسمر. بلاش بقى الملح دلوقتي، مش هننزل بالملح دلوقتي لغايه ما تستوي. ما شاء الله على الريحه، الريحه تحفه. الليه مع السمنه البلدي مع شويه الفلفل الاسمر اللي اتحطوا دول عاملين شغل حلو قوي. بصوا، الطريقه بتاعتي دي
انا بعتمدها حتى في الكبد والقوانص. لما باجي اعمل الكبد والقوانص بحط لها برده حته ليا، بتدي ريحه وطعم جميل جدا. بصوا حبايبي كده الخطوه دي احنا هنعمل ايه. بصوا يا بنات الخطوه دي كده بقى حابه اغطي عليها. بصوا كل السوائل اللي فيها هتشربها، تشرب كل السوائل اللي فيها وخلاص هتبقى كده خلصت اهي. هنسيبها بقى كده مع نفسها، اغطي عليها كده واسيبها لغايه ما تشرب كل السوائل اللي فيها، وبعد كده هرجع لكم تاني. بصوا حبايبي بقى هنشوف ايه الدنيا. بصوا 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 السوائل بتاعتها قد ايه. انا مش عارفه انتوا شايفينها معايا ولا لا. شايفين السوائل يا بنات؟ شايفين سوائل قد ايه؟ شايفين كل ده؟ لما تشربها خالص، تشرب السوائل بتاعتها، هنبدا بقى ايه، هننزل بحته سمنه بلدي تاني. تمام. ونحط بقى الفلفل والثوم. تمام. ونحط بقى ايه شويه الملح بتاعنا اهي. هنغطي بقى عليها تاني. انا بس حبيت اوريكم السوائل بتاعتها نازله كتير ازاي. اوعوا تحطوا ميه، ما تحطوش ميه فيها. ما تقولوش مثلا عشان تستوي هنحط لها شويه ميه، لا 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 خالص. اهي دي السوائل منها فيها، هي بكت السوائل بتاعتها كلها. تمام. هنغطيها بقى تاني بس. ايه يا حبايبي بصوا بقى خلاص هي شربت كل السوائل اللي كانت فيها. تمام اهي. حتى مش هتحتاج زبده تاني لان هي كمان اهي بصي لسه فيها زبده كمان. خلاص المرحله دي بقى هنعمل ايه. هننزل بقى ايه بالثوم والفلفل. الله على الريحه، الله على الريحه. حط بقى ايه الملح. هنحط شويه فلفل اسمر تاني. احنا حطينا في الاول واحنا بنشوح الكبده مع الليه. تمام. نحط كده شويه تاني. والله يا ريتكم معايا تشموا الريحه بتاعتها عامله ازاي. طبعا دي بقى تغمسوها بعيش مع شويه رز ابيض. انا عامله رز ابيض. بس كده خلاص كده تمام زي الفل. تمام. احطها بقى كده في حاجه كبيره. تمام. اوريها لكم. ايه يا حبايب قلبي انا خلاص اهي عملتها وحطيتها في الطبق. طبعا لازم يبقى طبق غويط علشان خاطر الدهون اللي فيها. تمام. يلا جربوا بقى الطريقه بتاعتي دي. اهم حاجه قطعه اللي اللي بتتحط. تمام. وان شاء الله هتجربوها هتعجبكم، واكتبوا لي كده في الكومنتات اللي يجربها يقول لي عمل ايه. تمام. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.